واحد يتعب شوية يلاقي نفسه بالمنظر ده، هدوم عاوزة تتطبق، وهدوم عاوزة تتفرز من ورا الباب، وهدوم عاوزة تتغسل. ده غير اللي هناك في السبت، ومواعين. ده عيش طلع عشان العيال تفطر. مش عارفة اقولكوا ايه تاني. وغسيل هيتنشر، غسيل هيتلم. يا نهار ابيض. وسط الاطفال متبهدلة. ده كله عشان الواحد تعب شوية، يعني مش شوية كتير يعني. ده هما يومين ضهري كان وجعني ومكنتش قادرة اعمل فيهم حاجة. بصوا، هو كله كوم، والغسيل ده كوم تاني. بجد. يعني غسيل في الارض، وغسيل في الحمام، وغسيل في المنشر، وغسيل عاوز يتطبق، وغسيل ورا الباب. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بعدين برضو الواحد محبط جدا من المنظر. مش قادرة اقوم ومكسلة اقوم ومش عارفة بجد اعمل ايه. بس انا بقى هعمل الاول حاجة كده، لان الظهر اذن. فانا قلت مش هعمل حاجة صراحة غير لما اصلي. فهصلي واقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، واستعد طاقتي تاني، واشوف هعمل ايه في الموضوع ده، لاني برضو لسه ظهري وجعني. استنوني بقى في المهرجان ده، اوضه الغسيل اللي انا فيها دي. أنت مش ملك نفسك، أنت صنع الله، أنت ملك الله. وإذا أحب الله وجودك في الكون فأحب ما أحب الله، اللي هو حب وجودك. وإذا خلقك الله يبقى أنت فيك من بديع صنع الله، أنت مش معطوب، أنت مش معيوب. ربنا ما عندوش عيوب صناعة في خلقته سبحانه وتعالى، وبالتالي تحب ما خلق الله. فاطلع بره نفسك كده، بيسموها الهليكوبتر فيو أو البالكوني فيو، اقف في البلكونة كده وبص على نفسك، أنت صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأول حاجة في خطوات حب النفس أن تحب ما أحب الله، والله يحب وجودك بل ويحبك. ودليل أنه بيحبك أنه لما حب يهديك هدية اختار لك النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا أبو سليمان الداراني بيقول كده، يقول: إذا كان الله في الدنيا أعطانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بعطيته لنا في الآخرة. كان لما ربنا حب يهديك، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. المنة هي العطية والهدية، وبالتالي ده أنت كبير قوي. إذا كان ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم، فما ظنك ببني آدم الموحد اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى. فحب ما خلق الله، وحب من أحب الله. حاجة الثالثة اللي أشاركك فيها